ككاتب مهم جدا ان انت تسمع بقى، تسمع حكايات الناس. انت حاجتين، اول حاجه ان انت هيبقى عندك مخزون كبير جدا من الحكايات، وثانيا هتستفيد من فكره وجهه نظر الحكايه، او بيسموها بوينت اوف فيو. لان تمام. احنا لو عندنا مثلا حاجه زي المج ده، مم. فالمج ده ولنفترض ان هو ده الحكايه او الحدوته بتاعتنا، حلو. كل واحد شايفه من زاويه، يعني اللي شايفه من فوق غير اللي شافه غير من اللي جنبه. شايفه غير اللي شايفه من بالظبط. هنا، غير اللي شايفه من ناحيه المقبض. فكل واحد بيحكي الحكايه من شكل مختلف، حلو. فبالتالي الاستماع ده والاستماع الجيد هيديك اولا وجهات نظر مختلفه، وهيديك فكره تكنيكات ان انت تقدر تحكي بيها الحكايه و وتقولها يعني. وده كمان نوع من انواع الكتابه اللي هو بيسموه تعدد الرواه، ان يبقى عندنا حدوته واحده او روايه واحده بتلاقي فيها اصوات متعدده للحكايه. ويتعامل في الافلام كمان، يعني في افلام كتير بتتحكي بشكل تعدد الرواه، ان انت بتلاقي في حدوته واحده، وكل شخصيه شايفه الحدوته من مكان، صح. من نقطه معينه، فبالتالي كلهم مش عارفين ايه اللي حصل، او كل واحد عنده تخيل للي حصل يعني.